السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا شباب؟ صباح الفل. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة. معلش، بقالي فترة بسجل من العربية فيديوهات. الدنيا شوية زحمة وزنقة وشغل، وبنعمل شوية براندات جديدة. وان شاء الله نتمنى ربنا يكرم ان احنا تاخد حصة كويسة من السوق. دايما الاصناف، طبعا دايما كل الشركات بتشتغل بالماركت شير. دايما بتحسب هي بتاخد قد ايه من حصه السوق المنتج اللي هي بتعمله، وده مهم جدا. احنا كنا اتكلمنا قبل كده على ازاي ناسس منتج، وازاي نعمل له ناسس البراند، وازاي نعمل له الديزاين، وازاي. فكل ده مهم قوي في المنتج، ومهم جدا في ان احنا واحنا بنأسس المنتج نفسه نقدر نحط مواصفات منتج صح. داخلين كده حته كويسه قوي ان شاء الله، هناخد فيها مساحه كويسه. احنا بقينا خبره فيها كبيره ان شاء الله، فدعواتكم كده بالتوفيق يا رب. النهارده انا في حته كده مهمه قوي، عايز اتكلم فيها في فن البيع، اللي هي الاقناع. الاقناع احنا كنا اتكلمنا عليه، ان احنا ازاي تقدر تقنع العميل بالمنتج بتاعك. بس انا شايف ان الاقناع ما بقاش انك ازاي بس تقنع العميل بالمنتج بتاعك، لا، ده الاقناع بقى ازاي تقنع اللي حواليك كلهم برأيك، بخططك، بان انت حتى بشخصيتك، حتى بشغلك. انت في ناس المهنة بتاعتها بتحتم عليها انها تكون مقنعة، ومهن كتير قوي. يعني انا بشوف الناس اللي هي عندها مهارات شخصية الاقناع، وبتشتغل اي وظيفه. اعتقد ما شاء الله دول بيبقوا مميزين جدا، لان الاقناع مهم قوي. ان انت تقنع العميل بتاعك بمنتج، ان انت تقنع العميل بتاعك بخدمه، ان انت تقنع العميل بتاعك بحتى شخصك. حتى لو انت الشغلانه بتاعتك بتعتمد على شخصيتك. طبعا الدول بتستخدم الاقناع في العلاقات، وانها تقنع الناس، الدول التانية برأيها. القصة دي اتكلمنا فيها. فلما نيجي نتكلم فيها في المبيعات، ان احنا مهم قوي ان انت تقدر تقنع العميل بتاعك بالصنف بتاعك. ليه كمان؟ لان انت ممكن ساعات انت بتبيع صنف اغلى شويه من الاصناف اللي بره، فبالتالي بتلاقي ان في يعني زي ما بيقولوا كده في منك شغل زياده شويه، ان انت تقنع العميل بالمميزات المنتج، وتقنع العميل ان ليه السعر ده اعلى، وتقنع العميل ان انت بتقدم له خدمه افضل، او بتقدم له كواليتي افضل. فكل ده بيحتاج منك اقناع. الاقناع برضو يعني هو ماشي مع التفاوض. التفاوض برضو جزء كبير من الاقناع، بس انا بشايف ان الاقناع بيجي الاول. ازاي؟ ان انت لو انت بتقنع العميل مثلا ان انت بتبيع له وحده مثلا فيلا مثلا، فانت بتبدا تقنع العميل انك ليه تشتري الفيلا دي، وايه المميزات اللي انت هتشتريها من الفيلا دي، وليه. بعد ما اشترى منك الفيلا، او بعد ما هو اقتنع ان انت خلاص الفيلا عجبته، والفيلا دي مناسبه ليه جدا، والفيلا دي هيبدا يقتنع ان هو ده الموديل اللي انا عاوزه. هيحصل ما بينكم تفاوض في حاجات تانية. هيحصل منكم تفاوض في السعر، هيحصل منكم تفاوض في السداد، هيحصل منكم تفاوض في لو كان في انت بتقدم له خدمات زي تشطيب. فهي دي الحته الفرق ما بين الاقناع والتفاوض. فبعد انت ما العميل اقتنع، هتخش في مرحله ثانيه، مرحله التفاوض. هتبدا تتفاوض على الحاجات اللي هي زي كده. فالتفاوض كمان فن، لان انت برضو انت راجل، وانت شغال في المبيعات بيبقى عندك صلاحيات معينه، وعندك زي ما بيقولوا كده امكانيات معينه ما تقدرش تخطاها. فلازم التفاوض بتاعك يكون في الحدود دي. لو انت بتبيع منتج مثلا الفيكسد برايس بتاعه خلاص مثلا 1000 جنيه مثلا، وجاء العميل لا عايز تفاوض في السعر، فانت هنا مجبر ان انت تقنعه ان هو السعر ده
هو اقصى حاجه، وتبدا تبين له الخدمات اللي هو او المميزات اللي هو ياخدها في السعر ده. هو ده الفرق ما بين الاقناع والتفاوض. الاقناع مهم جدا، بس هو التفاوض اللي بيقفل لك الكول، اللي هو لازم تكون انت عندك مهاره في الاثنين. مهاره الاقناع ان انت تقنع العميل وتبدا خلاص يقتنع بالخدمه بالمنتج، وبعد كده مهاره التفاوض ان انت تقدر تتفاوض معاه لاحسن سعر. طبعا زي ما قلت لك في شركات بيبقى الراجل شغال بليست، وده بليسته، وغالبا ده بيبقى الناس اللي هي عندها اسعار ثابته في كل حاجه. في ناس شركات منزله برايس ليست بالاسعار، السيلز ما بيقدرش يلعب فيه وما بيقدرش يغير فيه، والعميل غالبا بيبقى عامل كده. فخلاص انت الحته دي وصلت فيها معاه، ان انت بس بتشتغل على الاقناع، ان انت تقنعه بالمنتج بتاعك. كل ده يا جماعه بيجي بالتدريب، كل ده بيجي بالتدريب، كل ده بيجي بالقرايه، كل ده بيجي بالممارسه. تقرا وتمارس وتشتغل، هتلاقي نفسك فاهم القصه ماشيه ازاي. هتلاقي نفسك مره 2 3 وانت في بدايه حياتك العمليه اتدرب على الناس القريبه منك، اتدرب على اهلك، اتدرب على اخوك، اتدرب على اختك، اتدرب على والدتك، على ابوك. ازاي اقنعه بفكره في دماغك. اقنعه بفكره في دماغك صعبه، اقنعه بفكره، اقنعه بمنتج. تعالى نشتري كذا، تعالى نعمل كذا، تعالى نغير حاجه في البيت، تعالى ننقل. اقنع والدتك ان انت ايه رايك انقل لك الصالون من هنا لهنا. بس طبعا يكون كلام لوجيك ويكون كلام عملي. ليه؟ لو عملت كده هتلاقي نفسك بتطور نفسك في حته الاقناع، والحته دي مهمه جدا. احمد حلمي كان عنده حته اتكلم فيها على الحته دي، انك لما كان عامل فيلم بيشتغل في التسويق وحاجات زي كده، ان الاقناع ده عباره عن هو قالها بس مش فاكرها قوي، ان هو يعني ايه كراجل لازم تكون عندك القدره دي، لازم تكون ان انت شاطر في الحته دي، لازم تكون ان انت قادر تعملها. اتمنى ان احنا نشتغل على نفسنا، اتمنى ان احنا نقرا، اتمنى ان احنا نتدرب، اتمنى ان احنا نخش دورات تدريبيه في ان احنا نقدر نتعلم ويبقى عندنا خبره كويسه. تحياتي ليكم، وربنا كده يجعلها ايام سعيده عليكم. ما تنسوش بقى السكرايب والسبسكرايب واللايك. ايهاب الماحي، مدرسه البيع.